ويلا بينا على الحلقة الثانية في التمرينات المهمة اللي موجودة في كتاب المدرسة للثانوية العامة. في سؤال قدامنا بيقول لي complete with the correct form of the words in practice. حد يقول لي يا مستر ده الحاجات دي خدناها قبل كده كتير. هو بيطلب منك أو بيجيب لك أسئلة غالبا بتكون من سنين عمرك كلها اللي خدتها في اللغة الإنجليزية. السؤال الأول بيقول لي she worked in an office but this week she برضه work from home. واضح كده ان الجمله الاولى present simple والجمله الثانيه present continuous. طبعا هنا هنقول she works لان احنا بنقول ان الهي والشي والات تاخد الفيرب في اخره الاس او الاي اس او الاي اي اس في البريزنت simple. she works حط الفيرب اس she works in an office not this week ولكن هذا الاسبوع she is working present progressive او present continuous. Number two, when I walked to school it started to rain. هنلاحظ ان when من الكلمات اللي كانت بتيجي مع ال past continuous او ال past progressive. لما اقول when I was walking لما كنت ماشي to school it started to rain بدأت ان هي تمطر. Number three, they watch a movie when the lights go out. برضو نفس الكلام هستخدم ال past continuous اما اقول they were watching. They were W-E-R-E were to be in the past. They were watching a movie when the lights ماضي من الفيرب go هتبقى went out. يبقى they were watching a movie when the lights went out. Number four, this time next week الوقت ده الاسبوع الجاي زي الوقت يعني الاسبوع الجاي. ده ولاد الفيوتشر بروجريسيف. هقول كده I lie on the beach. فيرب lie هنا بيجي بمعنى يكذب وبيجي بمعنى يرقد او يستلقي، ولكن انا هخليه will be lying. اقول this time next week اقول في هذا التوقيت الاسبوع القادم I will be lying. طب كلمة lying اكتبها ازاي؟ L Y I N G. L Y I N G lying يستلقي او مستلقيا، هكون مستلقي على الشاطئ. My phone is expensive than yours. ان التليفون بتاعي المفروض ان هو غالي عن تليفونك. But hers ولكن تليفونها هي is the expensive of all هو اغلى حاجه. مقارنه الصفات بنراجعها مع بعض او بنفتكرها. لما بنحط قبل الصفه الطويله اللي هي expensive احط قبلها more. هقول my phone is more expensive than yours. But hers ولكن تليفونها is the most expensive of all هو الأكثر غلوا فيهم كلهم. كده نكون خلصنا من الحلقة الثانية. المرة اللي جاية إن شاء الله نشوف الحلقة الثالثة، حاجة جديدة كمان من كتاب المدرسة ومهمة جدا. نراجع كويس إن شاء الله بإذن الله نتفوق ونجيب درجات نهائية.